مساء الخير حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اخباركم ايه؟ النهارده جايبه لكم وصفه ايه بقى؟ واو واو، يعني حاجه حلوه قوي ومن الاخر طعمها لذيذ جدا. تنفع في العزومات. تنفع لما تكوني زهقانه من كل الاكل اللي في الدنيا تعمليها. سهله جدا جدا، لذيذه جدا جدا. حاجه كده، يعني انا عن نفسي معجبه بيها قوي. محدش عملها قبل كده على ما اعتقد يعني. بصراحه ما شفتش حد عملها. من اختراعاتي وافتكاساتي. عملتها ازاي؟ ده كل ده موجود في الفيديو، ولو عايز تكمل الفيديو للاخر علشان تشوف من اجمل الوصفات واخفها والذها، كملوا معانا الفيديو. لو حابب بقى ما تكملش، انت الخسران صراحة يعني، او انت الخسرانة صراحة، لان الوصفة دي اكتر من رائعة. انا عن نفسي حبيتها جدا. عملناها ازاي؟ تفضلوا بينا على الفيديو. بس قبل ما ندخل على الفيديو، مننساش نعمل السبسكرايب واللايك والشير ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من عندي انا سوسو العربي. اول حاجة معايا كده الايه، الحلة على النار. نظبط الاضاءة بتاعتنا شوية. فيها كمية من الزيت كتيرة، علشان انا كده حطيت كيس من لسان العصفور. اول حاجة ايه؟ لسان العصفور في الوصفة بتاعتنا. معرفش حد اكتشفها في المقدمة وعرف ان دي لسان عصفور بقطع الدجاج ولا لأ. بس نكمل احنا عملنا الخطوات بتاعتنا ازاي. كمية كبيرة من الزيت، حطينا لسان العصفور وهنبتدي ايه، نحمر فيه. يوصل لحد معين من التحمير او من اللون اللي انا حابة انه يوصل، عشان نضيف الاضافة اللي بعد كده. اضافاته موجودة في كل بيت، سهلة وبسيطة واقتصادية لأقصى درجة. وبصراحة ربنا انا بسجل الفيديو دلوقتي ونفسي اعملها تاني. بجد نفسي اعملها تاني من كتر ما هي حلوة. زي ما انتم شايفين كده، انا بلوح او بشوح، مش بشوح، بحمر لسان العصفور بتاعي علشان يوصل لدرجة لون محددة. اهو لسه تقريبا ما وصلتش للدرجة اللي انا حباها. خلاص وصلنا ليها اهوت. وحطيت هنا تاني مكون وهو الشعرية. حطيت حوالي عن 100 جرام من الشعرية. يعني لو كيس لسان العصفور بتاعك 400 جرام، هنحط 100 جرام من الشعرية. اي ما يعادل ربع كمية لسان العصفور، الربع مش النص. عشان لو حطيتي النص، لسان العصفور هيختفي في وسط الشعرية. لكن لو حطيت العكس هيظهر معاكي لسان العصفور. وبنحمره للمستوى اللي احنا حابين، درجة اللون بتاعته اللي هو الاحمر الجميل ده. هو ما بيبقاش لونه ذهبي، بيبقى لونه محمر كده شوية. وبعد ما هحمره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي اصفيه من الزيت بتاعه تماما. يعني مش هنقول ان احنا حطينا كمية الزيت دي كلها الاكلة هتبقى دسمة، لا اطلاقا. هصفيها من الزيت نهائي لحد اخر نقطة زيت فيها، علشان نشوف هنعمل المرحلة اللي بعد كده ايه. شايفين الدرجة بتاعته حلوة قوي قوي قوي. وتقريبا انا هكتفي بالحد ده من اللون بتاعه. ده الدرجة اللي انا حباها، يعني ما بحبش اللي هو يبقى محروق. خلاص انا صفيته، والحلة بتاعتي صافية خالص من الزيت اهوت. حطيت انا هنا معلقة كبيرة من السمنة. واستخدمت هنا السمنة البلدي. انت حابة تستخدمي زبدة فلاحي، زبدة نباتي، زيت نباتي، اي نوع انت حباه. بس انا حبيت اعزز الطعم بالسمنة البلدي. كلنا عارفين السمنة البلدي حلوة قد ايه. حطيت بصلاية كده وشوحتها تشويحة خفيفة بالشكل اللي انتوا شايفينه. وكمان جبت صدر فرخة، صدر واحد يعني، ممكن يكون ربع اللي هو نص الصدر اللي بيبقى ربع فرخة. وقطعته مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبدأت ألوحها في بعضها معذرة، في غصة كده بتجيلي. اسفين يا صلاح. ولوحتها ونزلت بقى بفص توم كده برضو ايه، مقطعاه صغير. وبنلوحهم مع بعض لحد ما ريحة التوم تظهر معاكي. خلاص وصلنا كده لنص التايم بتاع الفيديو. لو انت مكمل معانا دلوقتي، وريني اللايك الجميل بتاعك او بتاعك. طبعا المفروض ان انا اكلم الانثى، معرفش ليه دايما بوجه الرسالة للشباب. حطينا قرفة في البداية، وبعد كده بهارات الفراخ. وحطيت بابريكا كله نص معلقة، فيما عدا بهارات الفراخ بتبقى معلقة صغيرة. ونص معلقة من الفلفل، ومكعب مرقة لتعزيز الطعم. لو انتي عندك شوربة ممكن تستخدمي الشوربة، لو انتي مش بتحبي المرقة ممكن تستخدمي الشوربة عادي.
بس انا ما كانش عندي شوربة فاستخدمت معايا اللي هي مكعب المرقة، وبخليهم كده يتلوحوا برضو بحيث ان هما تشويحة كده مع بعضيها، الفراخ تاخد في البهارات. نزلت بحبة صغيرة من الفلفل، كل المكونات عندي هتبقى صغيرة، البصلاية صغيرة، الفلفل صغير اللي هو الفلفل الاخضر، اي نوع فلفل عندك ممكن تحطيه، حتى الحامي عادي جدا تحطيه لو انت بتحبي الحامي. وحطيت هنا معلقة كبيرة من الصلصة، صلصة الطماطم، وعشان نسبة الحموضة اللي في صلصة الطماطم هنحط معلقة من السكر، معلقة صغيرة من السكر، وكمان معلقة من الملح علشان الطعم بتاعي يعتدل، معلقة صغيرة معلقة صغيرة، عشان انا بستخدم كيس واحد بس من لسان العصفور. وحطيت هنا حبيتين كبار من الطماطم مقطعهم قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حبيتين طماطم. عايزة تبشري الطماطم ماشي، عايزة تعصريها برضو ماشي، بس انا حبيت قوي ان الطماطم تبقى موجودة عشان يبقى ايه الالوان تختلف معايا، يبقى ايه القشر بتاع الطماطم كده باين معاكي لون احمر حلو. وبس كده هبتدي بقى ايه اضيف معايا لسان العصفور وهقلبهم بالشكل ده، ونضيف المية بتاعتنا بحيث انها تكون مغطية لسان العصفور بالشكل برضو ده. تمام، حسيت ان المية بتاعتك قليلة شوية، بعد ما تتشرب بالشكل اللي انتوا شايفينه خلاص شربت المية. تمام، دوقي لسان العصفور لقيتيه لسه فيه كده محتاج شوية مية ممكن تزودي، خلاص. لو انت مش بتعرفي تظبطي المعيار المية بايدك، انا بعرف اظبط المعيار المية بايدي. وبس كده ايه قلبتها تقليبة وهغطيها واسيبها بقى تستوي على نار هادية براحتها خالص لمدة 10 دقايق، مش اكتر من 10 دقايق. وخلاص كده ايه احنا خلصنا الوصفة بتاعتنا، وهنبتدي ايه نعبي الطبق بتاعنا الجامد قوي ده. تمام، بالشكل لذيذ. جربوها بجد لو انتوا حاسين بملل بقى الطبيخ كل يوم، لا رز لا خضار لا مش عارف ايه، جربوا الوصفة دي حلوة. وزي ما قلت لكم انا ما شفتش حد قدمها قبل كده، وانا متأكدة انها تعجبكم. ممكن تقدميها كطبق جانبي في العزومات يبقى حلو قوي. ممكن برضو تعمليها ليكي انت كغدا حلو ليكي ولولادك عفوا. انا مش عارفه في ايه النهارده يعني الجو حر جدا يا جماعه، انتوا مش متخيلين مدى الحر. وطبعا انا قاعده في المطبخ وقافله الباب عليا علشان اسجل الصوت بتاعي. وبس ايه رايكم؟ طبق حلو جدا جربوه هيعجبكم. والناس اللي كملت معانا الفيديو عايزه اشكرهم جدا، قمه التحيه والاحترام ليكم. وبس تعالوا بقى ندوق بعد ما عملنا الطبق ده اللي انا يعني عندي الرغبه القويه جدا ان انا اقوم اعمله دلوقتي حالا نتغدى بيه، رغم ان انا عندي اكل بس ما تعرفوش يعني ضعيفه قوي قدام الطبق ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون خفيف على قلوبكم. مستنيه من الناس اللي ما اشتركتش لحد دلوقتي تنزل تشترك تفعل الجرس عشان يوصل لها كل جديد، وتعليق حلو كده جميل زيكم كالعاده علشان نكمل بيكم ومعاكم. انا بتهيألي انا دوقت في الطبق ده اكتر من مره يعني من كتر ما هو حلو، ولو كنت سبتي نفسي كنت اكلت كله يعني وخلاص نقول بقى في الختام كالعادة كنت معاكم انا سوسو العربي، اشوف وشكم بخير وباي باي.